طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. السلام عليكم. ياسين بيكا، كوتش فيتنس بادي بولدينغ، استاذ فنون قتاليه، رئيس جمعيه بيكا سبور فاميلي. كنتواجدوا حاليا في قنطره ارينا في واحد مهمه اللي صراحه الله انا كنتسناها فوقاش توصل، لان هذا العمل الخيري عندنا في لاجوندا برنامج السنوي الجمعيه ديالنا بيكا سبور فاميلي. انا بزاف الانشطه كنعملوهم، ولكن هذا هو النشاط اللي زعما انا شخصيا كنتسنى فوقاش يوصل، باش نخرجوا عند خوتنا اللي كينعسوا في الزنقه واللي كينعسوا في الشارع، نعملوا معاهم الواجب اللي قدرنا عليه. صراحه الله جوج الحوايج كيوقعوا ملي كنخرجوا. الحاجه الاولانيه كنتغيروا شخصيا، كنتغير ملي كنشوفهم بديك الحاله، وبخصوص الاطفال الصغارين والبنات. والحاجه اللي كتفرحني كنرسموا في وجههم واحد الفرحه واخا بسيطه. كنتفكرهم بداك الشيء اللي قدرنا. وانا الرساله ديالي من هذا المنبر، اي واحد قدر يعاون هذه الفئه يعاونوا، ما يبخلش عليهم. والحاجه اللي كنأكد عليها واللي دائما غنقولها ونعاودها، ما تحقروهمش. الحقره ماشي مزيانه، ما قدرتيش تعاون ما تحقروش، لان انت ما عارفش الظروف ديالو وما عارفش راسك من بعد شنو يوقع لك في المستقبل. الحقره ماشي مزيانه. راه هادو اللي كينعسوا في الزنقه وكدوز انت كتشوفهم وقادر تعاون وما كتعاونش، زعما الصراحه الله هذه واحد الحاجه اللي كتجينا انا غريبه. وانا كنتمنى الرساله ديالنا توصل. المجتمع المدني يتعاونوا مع هذه الفئه اللي ما عندهم لا حبيب الله رحيم، عندهم الله سبحانه وتعالى. والاغلبيه ديالهم هنا في طنجه، ماشي سكان طنجه، كل واحد من ماجي. والرساله ديالي الثانيه الجمعيات، بخصوص الجمعيات الاجتماعيه، يعملوا واحد اللافته، واحد التفاته لهذه الفئه بالضبط. راه هما شوف، الا جيتي مثلا وعطيتيهم شي حاجه في سبيل الله، والله العظيم تساهم في واحد العمل اللي ربي ان شاء الله ربي يجازيك فيه. لانه واحد برد ماشي عادي، بخصوص في فصل الشتاء، وكتجبر يخرج في تشينكلا ولا تقاشر وما لابسش عليه. ما فيها باس الانسان يعاون باللي قدر وما يحقرهمش. وكنتمنى الرساله ديالي توصل. المجتمع المدني، الجمعيات، الناس المسؤوله، الناس المهتمه، واي واحد مهتم وباغي يعاون هاد الناس راه موجودين في طنجه وبزاف. السلام عليكم، معكم مريم ميموني، منخرطه في جمعيه بيكا سبور فاميلي. اليوم حنايا في واحد النشاط بصدد توزيع مساعدة لأطفال الشوارع. ومن هذا المنبر كنشكروا الناس اللي قدموا المساعدة باش نفرقوها لهاد الفئة الهشة. ومن هذا المنبر كنوجه نداء لساكنة طنجة وكاع المواطنين، شوفوا هذه الالتفاتة حتى هما، وإذا كان شي حاجة ما تعمل يساعدوا، حيت والله هذا الشيء راه كيألم. يعني فيهم خوتنا ولادنا بنات، نتوما كتشوفوا هنايا بنات صغار ما يستاهلوش، يعني بلاصتهم ماشي هنا، بلاصتهم مدرسة ولا. يعني كنستغرب مع تصرف الوالدين، ولا ما عرفتش شنو السبب اللي كيدفعوهم يخرجوا للزنقه. ولكن هذا الشيء راه كيهم المواطنين بصفه عامه، راه كلنا مسؤولين على هذه الظاهره اللي كتوقع دابا. وشكرا.